شفت هذه الكيكة فتحمست إني أسويها لأن شكلها بصراحة مغري وحبيت أتأكد من الطعم. فيلا نسويها مع بعض لأول مرة. على النار أضفت كوب واحد من السكر. كرمل السكر بدرجة حرارة لازم تكون درجة الحرارة هادئة علشان ما ينحرق السكر ويطلع لي طعم مرار. بعد ما نتأكد من إن جميع حبيبات السكر ذابت تماما، بعد ما ذاب السكر نضيف كوب واحد من الماء الساخن. هذه أول طبقة اللي حنغطي فيها كقالب الكيك. حنشوف إنه السكر يتكتل معي قليل مع إضافة الماء. نخلي الحرارة هادئة ونترك السكر يذوب مع الماء. استغرق معي تقريبا 5 دقائق على نار هادئة حتى انفك معي السكر. هذه أول طبقة. احتجت إلى قالب مقاس 24. أضفت عليه هذه الطبقة من السكر. وزعت السكر مثل ما شفت في المقطع الأصلي. نوزعه على الأطراف كامل وعلى حتى يتغطي معي كل القالب بطبقة رقيقة من السكر. كان معي هنا السكر قوامه خفيف، فأنا انتظرت حتى ثقل معي قليل، ولما تجمد معي السكر أتوزع معي بشكل مضبوط أكثر. انتظروا عليه قليل لما يتصلب. شوفوا هنا بعد ما مسك معي السكر قليل وانخفضت درجة حرارته، استطعت إني أوزع طبقة محترمة من الكراميل على سطح على كل القالب. الآن نحضر الكيك بالخلاط. أضفت 4 بيضات بدرجة حرارة المكان. أضفت ملعقة صغيرة من الفانيليا، وأضفت كمان نصف كوب من السكر، سكر ناعم عادي. أضفت كمان نصف كوب من الحليب. إذا مش متوفر معكم حليب سائل ممكن تستبدلوه بنصف كوب ماء مع ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة كبيرة من الخل، وكلهم ضربتهم بالخلاط لمدة تقريبا 4 دقائق. تأكد من أن كل حبيبات السكر ذابت تماما. ممكن تتحسسوه بأصابعكم علشان تتأكدوا من هذه الخطوة. أفرغت كل محتويات الخلاط المكونات السائلة في وعاء عميق علشان نضيف له المواد الجافة. المواد الجافة في مقطع الفيديو الأصلي أضافت نخلت 3 أكواب من الدقيق. نخلت أول شيء كوبين، وبعدين نخلت ثالث كوب. طبعا أنا أفضل دائما الدقيق نضيفه بالتدريج، فأضفت كمان ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وملعقة صغيرة من الملح. مثل ما قلت أني دائما أفضل أضيف الدقيق بالتدريج، فما تهورت وأضفته كله مرة واحدة. أنا أضفت الآن المواد الجافة، أضفتهم بالتدريج كذا علشان كل نوع دقيق يختلف عن الآخر درجة امتصاصه للسوائل. أنا أضفت الدقيق بالتدريج حتى وصلت لقوام الكيك المضبوط. أضفت فقط كوبين من الدقيق حتى وصلت للقوام هذا، قوام ثقيل أثقل من قوام الكيك لأنه حنضيف الآن له مواد سائلة. شوفوا هذا كوب الدقيق المتبقي خلاص ما عاد ضفته. احتجت الآن إلى نصف كوب من الحليب الساخن مع نصف كوب من الزبدة. أضفت الزبدة إلى الحليب الساخن حتى تذوب معي بدرجة حرارة الحليب. بعد ما تأكدت إن الزبدة ذابت أضفت هذا الخليط على الكيك، على خليط الكيك. نحاول إنه ما نكثر بالخلط كثير. بعد إضافة الدقيق خلاص نحرك حتى نتأكد إن السوائل كلها اندمجت مع خليط الكيك، وحتى نصل إلى هذا القوام، وبكذا نكون خليط الكيك جاهز. شوفوا كيف قوامه ناعم وخفيف. أول طبقة اللي جهزناها نضيف لها كوب واحد من مبروش الفول السوداني. يعني أخذت كوب من الفول السوداني وطحنته ونضيفه كطبقة فوق طبقة الكراميل.
حاولت هنا إني أوزعه علشان يوصل شوي للأطراف. أضفت الآن خليط الكيك على القالب، وبكذا نكون انتهت كل طبقات الكيك معنا. بقي معنا فقط إنه احنا نسويه بالفرن. مرر عود خشبي علشان نتأكد من عدم وجود أي مش حيكون في فراغات داخل الكيك. طبعا التسوية حسب ما شفت في الفيديو سويته على حمام، فأخذت صحن وحطيت فيه قطعة قماش علشان ما يزحلق معي صحن الكيك أثناء التسوية، ونضيف ماء ساخن تقريبا إلى ربع، يصل هذا الماء إلى ربع قالب الكيك. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي. نحطها الآن في فرن مسخن مسبقا درجة حرارة 170 من 50 إلى 60 دقيقة. بعد ما استوي مع الكيك شوفوا كيف كان سطحه مثل الخبز، كان قاسي مرة، مش عارفة إيش السبب. شلت القالب من الماء، قلبته هو لسه ساخن، لأن الكراميل السكر نقدر نقلبه بسهولة. لو خليناه لما يبرد حيكون صعب علينا إن احنا نفصل الكيك عن القالب. قلبت هنا القالب وخرجت معي الكيك. طبعا الفرق واضح بين الهدف والنتيجة. الشكل ما كانش مثل ما طلع ببالي أبدا، ولكن في النهاية المهم قطعتها وهي لسه ساخنة، فكانت تفتت معي لأنها ساخنة. الكيك كان ثقيل مرة، كأني ما أضفت له بيكنج باودر، مش عارفة ليش كذا صار مكتوم، وكمية السكر فيه كانت زيادة عن اللزوم. بالنسبة لطعم الكيك ما عجبني خالص، كان مثل المعجن. شوفوا كيف كان قوام الكيك. مش عارفة المشكلة في الوصفة أو المشكلة في التطبيق، مع إني سويت كل الخطوات مثل ما موضح في الفيديو. أنصحكم ما تجربوها أبدا. مع السلامة.